اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده. اتمنى كده من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد ينزلوا بسرعه كده اشتركوا في القناه وحطوا لي لايك وصلوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وكملوا معايا الفيديو الاخر. عايزه لكم ان الفيديو ده اصلا معمول كان حوالي الساعه 11 كده بالليل. قلت كده ان انا عايزه اكل حاجه كده مسكره، فطبعا الجيلي ده يا جماعه لازم ان هو يبات يعني في التلاجة وكده علشان يمسك نفسه. طبعا يا جماعه اللي انتوا شايفينه دوت جيلي فراوله، والتاني دوت جيلي خوخ. طبعا اول حاجه كده عملتها الجيلي الخوخ، حطيت كوبايه من الميه العاديه خالص من الحنفيه، وبعد كده حطيت كوبايه من الميه المغليه. طبعا انا معلقه الكتل ومسخنه الميه وحاطه الكتل جنبي عشان احط كوبايه من الميه العاديه وكوبايه من الميه السخنه. وطبعا بقى لو انت عايزه تزودي السكر هو بيبقى فيه نسبه سكر، لو حابه ان انت تحطي فده بيبقى على حسب الرغبه، حطي زي ما انت عايزه، بس هو بيبقى فيه نسبه سكر. طبعا يا جماعه انا حطيت يجي حوالي معلقتين سكر وبس، كفايه قوي كده. لو انت عايزه تزودي عن كده فهو بيبقى مسكر وما بيبقاش حلو. عندك بقى اي نوع فاكهه، عندك تفاح ممكن ان انت تقطعيه مكعبات كده صغيره خالص وتحطي فيه، وهو كده كده اصلا بيمسك نفسه. ولو عندك عنب ممكن تحطي عنب، ولو عندك خوخ او عندك اي حاجه من دي ممكن انت تقطعيها مكعبات صغيره وتحطيها في الجيلي دوت وتحطيه في التلاجة. طبعا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده عملت اول باكو اللي هو بتاع الخوخ، وتاني باكو بقى اللي هو بتاع الفراوله. هنعمل بقى يا جماعه التاني باكو بتاع الفراوله. طبعا حطيت كده زي ما انتوا شايفين الفراوله، وبعد كده حطيت معلقتين من السكر، معلقتين بس، انا ما بحبش ازود عن المعلقتين عشان بيكون مسكر قوي. وحطيت كوبايه من الميه المغليه، وهبدأ ان انا احط الكوباية التانية كوباية من المية العادية خالص من الحنفية، وبس كده. وبتبدأ ان انت تقلبي. عايزه اقولكم ان انتوا ما تفننوش وان انتوا تكتروا ميه وكده، ولان طبعا يا جماعه لما بتكتري ميه ما بيمسكش نفسه، بيفضل سايل كده زي ما انتوا شايفين. فما تكتروش ميه، هو اخره كوبايتين. ولو عايزه تحطوا كوبايه كمان ممكن انت تقدري تحطوا كوبايه بس. لو زودتي بقى عن الكوبايتين ما بيمسكش نفسه. فهم كوبايتين حلوين قوي، كوبايه من الميه العاديه وكوبايه من الميه السخنه. وبدات طبعا ان انا اقلب بقى الجيلي ويا السكر ويا الميه، وبعد كده جبت الكاسات بتاعتي وهبدا بقى ان انا احط الجيلي في الكاسات. طبعا بقى زي ما انا قلت لو عندك فاكهه ممكن ان انت تقطعيها مكعبات صغيره وتحطيها، ما عندكيش ممكن ان انت تعمليها زي كده. انا بصراحه لو حتى انا عندي فاكهه ما بحبش ان انا احط فيه فاكهه، بحب اكل الجيلي كده لوحده. لو انت حابه فانت برضو بيبقى حلو، بيدي شكل حلو وبيدي طعم حلو. كده عملت بقى الجيلي الفراولة والجيلي بتاع الخوخ، وفي اطعام تانية برضو بتكون طعمها حلو، بس انا بصراحة بحب الطعمين دول اكتر. وبس كده. عايزة لكم يا جماعة ان الباكو كان في الرخص بقى ب6 جنيه، كان ب6 جنيه، الوقت بقى ب13 جنيه باين ولا ب15 جنيه، غلا قوي يعني. فطبعا بقى يا جماعة كده زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت بقى الجيلي، وهبدأ ان انا كده احطه في التلاجة لحد لما يمسك نفسه خالص. انا بسيبه لحد تاني يوم، ما بجيش يمه خالص. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم.